مرحبا بكم أصدقائي مرضى السكري، معكم الصيدلانية جنان من كندا. راح أناشدكم اليوم على طريقة أثير كشكول بولاية البطيخ. سويت هواي حلقات تثقيفية عن مرض السكر وما عدا الموجود باليوتيوب، وليه هسه هواية مرضى السكر عالي عندهم التراكمي عالي. ليش الخاطر الله ليش؟ مو نقول عدو مريض السكر هو الخبز والرز والحلويات والمعجنات. ما بي فائدة غير يصعد السكر بالدم. يا أخوان بطلوا الخاطر الله، بطلوا أكل الخبز والمعجنات والحلويات، هو سم قاتل لمرضى السكر. تروحون للطبيب والسكر عالي يزيد الدكتور الدواء أو يضيف دواء جديد، وكل السبب لأن ما تبطل أكل السكر والخبز والمعجنات ويظل السكر عالي. أنت المسؤول عن ارتفاع السكر. ما تخاف على عينك؟ ما تخاف على كليتك من التلف بسبب السكر العالي؟ ما تخاف على أعصابك تتلف والليل كله ما تنام بسبب حرقة الأقدام؟ ابدأ من اليوم، اترك الخبز والرز والمعجنات والسكريات، وأنا أنطيك نظرة إيجابية. راح يقل السكر، راح تشفى من مرض السكر، أو راح تقلل أدوية السكر وتعيش مرتاح. شكرا للأثير كشكول، وأشكركم جميعا. صيدلانية جنان.